مبدئيا احنا لازم نختار كريم ترطيب للبشره قبل الميك اب، وقبل كل ده بنغسل بغسول يكون مناسب لنوع بشرتنا. نختار الكريم المرطب بتاعنا. لوريال حلوه قوي، بونز حلوه قوي، ماركات سوري اسمها ايه لو عايزه اقول فئه لبايوديرما، اسمها ايه؟ حاجات، انا عايزه احبكها ليه. اوكي، حاجات بايوديرما حلوه جدا جدا للبشره. بالظبط حلوه قوي للبشره. بتجيبي الكريم المرطب بتاعك وبتحطيه قبل الميك اب، بعد كده بتبداي تحطي الفاونديشن. بالنسبه للفاونديشن، لو انت بشرتك دهنيه يستحسن جدا 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 تختاري برايمر يكون للبشره الدهنيه يقفل المسام ليكي شويه، ولو انت عندك مسام واسعه بنفيت ده احسن برايمر ممكن تستعمليه. وبرده البيبي سكين بتاع ميبلين حلو قوي قوي. دول بيتحطوا الاول، وبعد كده بتجيبي الفاونديشن بتاعك. لو انت نازله الصبح هاتي البيبي كريم، ده بيكون حاجه زي الفاونديشن وفيها SPF عامل وقايه للشمس، بتحطيها الاول وبعد كده بتحطي الباودر بتاعتك بتثبتي بيها البيبي كريم وخلاص. لو انت خارجه بالليل البيبي كريم ممكن تجيبيه من ماركه مايبلين حلوه قوي، وماركه ريفلون برده حلوه قوي قوي. الحاجات دي كلها اسعارها متوسطه، مش غاليه جدا ومش رخيصه، بس هتقدري تجيبيها وفي نفس الوقت هتعتني ببشرتك قوي معاها، عمرك ما هتتاثري بالميك اب. بالنسبه للباودر، لو انت بشرتك بالنسبه لسه خلصت فاونديشن. بالنسبه للفاونديشن لو انت عايزه كفر عالي ممكن تجيبي استي لاودر، ده حلو قوي، او كات فان دي، او تجيبي ماك او ميك اب فوريفر الالترا HD الجديد. دول ماي فيفورت في الفاونديشنز. لو عايزه حاجه كريمي ممكن تتجهي بقى لماركه كيرولان، حلوه قوي والتغطيه بتاعتها عاليه ولطيفه جدا. بس لو انت بشرتك دهنيه هاتي الستاك، مش اللي بيبقى في علبه، لان ده بيبقى شويه للبشره الجافه لانه فيه نسبه ترطيب عاليه قوي، فلازم تجيبي حاجه اويل فري. دايما وانت بتختاري اي فاونديشن للبشره الدهنيه تختاري حاجه اويل فري. ده بالنسبه للفاونديشن. بالنسبه للبشره الجافه تختار اي حاجه فيها زيوت او ترطيب، اي فاونديشن فيه زيوت او ترطيب. ممكن جدا تختار لوريال حلوه قوي وعامل كذا نوع فاونديشن منهم ترو ماتش، ده حلو قوي للبشره الجافه. وميبلين 3/4 حاجته بتبقى للبشره الدهنيه، انصح بيه قوي. السوبر ستي حلو جدا جدا للبشره الدهنيه، ولو انت عايزه حاجه كفر حلوه وفي نفس الوقت ما تبقاش تقيله قوي على بشرتك انصحك بيها. بالنسبه للباودر ممكن تستعملي لو انت عايزه حاجه تكون ثابته قوي وتثبت الميك اب حلو معاكي، ماك حلو جدا جدا، ده بالنسبه للباودر المضغوطه. وميك اب فوريفر حلو قوي قوي. ولو عايزه حاجه لوز باودر ممكن تستخدمي لورد اند بيري، ده حلو قوي. وممكن تستعملي كيرولان حلوه قوي. إيزادورا ماركه هي مش واخده حقها بس فعلا ماركه رائعه. حتى الايلاينر بتاعها حلو قوي قوي، شبه انجلوت جدا. بالنسبه للبلاشر، البلاشر مش هدق معاكي فيه يعني، بس حلوه قوي ان انت تستعملي البلاشر بتاع ماك، من اقوى البلاشرز، بيثبت جدا وبيدي لوك طبيعي 100%. تاني حاجة ممكن تجيبي بلاشر كريمي لو انت عايزة تحطي لوك يكون لطيف وخفيف على البشرة الصبح، ممكن تجيبي بلاشر كريمي. ممكن تجيبي الايلاينر بتاعك لو جل تجيبيه انجلوت، لو هتجيبي او إيزادورا زي ما قلت. لو عايزة تجيبي كحل جوه العين، لورد اند بيري حلو قوي. بورجوا حلو جدا جدا لجوه العين. وطبعا انجلوت برضو الكحل بتاعه تحفه، حلو قوي جوه العين مش بيسيح خالص. الماسكرا ممكن تجيبي اللورد اند بيري برضو او بورجوا البوش اب، حلوه جدا. بالنسبه وطبعا ميبلين عامله كذا ماسكرا حلوه قوي قوي. بالنسبه للحواجب ممكن تجيبي الجل انستاشيا بيفرلي هيلز، ده حلو قوي. وبتجيبي الماسكرا بتاعه الحواجب ممكن تجيبيها ماك. ممكن تجيبي برضو الجل بتاع الحواجب يكون ميك اب فوريفر، ده برضو حلو جدا جدا. لو عايزه اقلام الحواجب انصحك ببورجوا، ده حلو قوي وكريمي شويه، هيبقى سهل قوي معاكي في الرسم. بالنسبه ليه كمان، بالنسبه للاي شادوز ممكن تجيبي كذا باليت لو انت بتحبي الالوان او بتحبي الاي شادو عموما. 3/4 البنات مش بيحبوا الاي شادو لان هو بيبقى عايز شويه تكنيك في دمج الالوان وشويه تكنيك في الدمج بتاعه. فلازم ان احنا لو احنا بنعرف نعمل اي شادو حلو نشتري عادي براحتنا. ممكن نجيب كذا باليت منهم. اتكلمت سوري والله، حسيت بتقولي يا نور، سوري. بالنسبه انا هتعبكم قوي في المونتاج، ها اوكي.
اوكي. بالنسبه للاي شادوز ممكن تجيبي الباليت بتاعه نيكد، حلوه قوي، نازل منها كذا شكل. وممكن تجيبي تشوكلت بار، هي من انجح الباليتات لان هي بتبقى فيها كل الالوان تقريبا اللي هتحتاجيها، الترابيه بالذات اللي طالعه موضه، فانصحك بيها جدا جدا. وممكن تجيبي برده باليتات، في باليتات تانية بتبقى ارخص شويه زي بي اتش كوزماتكس، دي برده ماركه حلوه قوي ونظيفه جدا وسعرها ارخص كتير مقارنه باللي انا قلت عليهم. طبعا الفرش مهمه قوي انك انت تختاريها صح. في طبعا فرش بتبقى بلاستيك وفي فرش بتبقى طبيعي. الفرش الطبيعيه هي اصعب في الاستعمال من البلاستيك لانها بتبقى الشعر بتاعها معرض انه يلم اي انفكشن بسهوله، معرض ان هو يلم جواه الليكويد وما تعرفيش تنضفيه بسهوله. لازم لو انت حد هتهتمي بالميك اب او هتهتمي بالفرش بتاعتك، هاتي فرش شعر طبيعي طبعا، لانك هتغسليها كويس وهتنضفيها كويس فهتعيش معاكي. لكن لو انت ومش هتلم ميكروب، لكن لو انت من النوع اللي مش هيغسل الفرش او مش هيهتم بنظافتها، هاتي البلاستيك لان هو بينطر من عليه اي ماتيريال، مش هتبوظ معاكي، هتقعد وقت اطول، هتعيش معاكي اكتر، فممكن تجيبيها. بالنسبه للفرش طبعا سيجما دي اكتر فرش انا بحبها، ومورفي طلعت حلوه قوي لسه مجرباها قريب، حلوه قوي. وفي برضو كذا ست في بي اتش حلوين قوي، دول الاستعمال الشخصي ليك هيبقوا لطاف قوي. ممكن كمان الهايلايتر ممكن نستعمل انستاشيا برضو حلوه قوي، بيفرلي هيلز. في برضو ممكن اللابستيك ممكن نستعمل انجلوت، ده بيبقى حلو قوي مات لو البنات بتحب الروجات المات، انجلوت حلو قوي، وانستاشيا برضو حلو قوي، ولورد اند بيري حلو قوي برضو. طبعا روجات ماك لطيفه، بس الاقوى منهم اللي انا قلت لكم عليهم. طبعا التحديد بتاع الشفايف ممكن تختاريه من لورد اند بيري، ده برضو لطيف قوي واقلامه كريمي قوي وهتبقى حلوه قوي معاكي. لو عايزه ماركه تانية ممكن بورجوا. بس طبعا لازم نثبت الميك اب بتاعنا لو احنا خارجين. نسيت اقول لكم على الكونتور. بالنسبه للكونتور في كونتور كريمي زي ما قلنا وباودر. الكريمي ممكن تجيبي كيرولان، ده حلو قوي 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 وبيثبت كويس قوي لو تستعمليه لمناسبه، تسيحيه كويس قوي. تشتري طبعا بيوتي بلندر، ده مهم. بعد كده ممكن تجيبي الكونتور بقى الكريمي، تجيبيه من انستاشيا بيفرلي هيلز، الكريمي او الباودر، الاثنين فيها حلوين قوي، الكات بتاعتها رائعه جدا 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 جدا، وبتبقى شامله كمان الهايلايت، فيها كمان هايلايت، فبيبقى حلوه قوي وهتستغني بيها عن كذا حاجه تانية.